ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ده فيديو سريع 3 دقايق هشرح فيه اجابة السؤال ده. الناس كتير بتبعت في التعليقات وفي الرسائل تسألني اعرف ازاي انا عندي روماتويد ولا ما عنديش؟ ايه التحليل اللي اعمله عشان اعرف انا عندي روماتويد ولا ما عنديش؟ الروماتويد مش بيتشخص بالتحليل، يعني مش اي حد يعمل التحليل نعرف منه هو عنده روماتويد ولا ما عندوش. الروماتويد بيتشخص بان دكتور الروماتيزم المتخصص اللي زينا كده يشوف الحالة ويسمع كلامها، يسمع الاعراض، يكشف عليها ويشوف التحاليل، يوم يشوف الحاجات دي كلها مع بعض يقول عندها روماتويد ولا ما عندهاش. الاعراض بتكون ايه؟ بتكون عبارة عن ان مفاصل بتورم وبتتخش بالصبح وبتوجع. دي اغلب التحاليل. في ناس ما بتظهرش عندها الاعراض بالطريقة دي بالظبط. اكتر مفاصل بيحصل فيها كده هي الايدين والركب، لكن في ناس بيجي في الايدين وناس بيجي في الكوع وناس بيجي في الكتف وناس بيجي في الركب وناس بيجي في انكل الرجلين وفي صوابع الرجلين. مش صورة واحدة لكن بتختلف من مريض للتاني، لكن العلامة الأساسية إن مفاصل بتوجع، مفاصل بتورم، مفاصل بتتخش بالصبح، تصحى الصبح تعبانة، والمدة لازم تكون عدت شهر ونص. فأي حد بيشتكي من الأعراض دي مش بيحلل، بيروح لدكتور الروماتيزم، وهو دكتور الروماتيزم هو اللي بيشخص بناء على الأعراض وبناء على الكشف وبناء على التحاليل. يبقى ما ينفعش نحلل نعرف عندنا روماتويد ولا لا. ممكن ناس يكون عندها التحليل ايجابي وما عندهاش روماتويد، دكتور الروماتيزم هو اللي يقول لها. وفي ناس تانية العكس، عندها التحليل سلبي، التحليل ما فيهوش روماتويد لكن دكتور الروماتويد يقول لها عندك. يبقى الدكتور المتخصص في الروماتيزم هو اللي بيشخص ده روماتويد ولا مش روماتويد. طيب في بقى مشكلة تانية، إن أحيانا الدكاترة بيختلفوا. يعني واحدة تقول لي أنا رحت للدكتور قال لي عندك روماتويد، ورحت للدكتور تاني قال لي ما عندكيش روماتويد. أسمع كلام مين؟ إذا الدكاترة اختلفوا معناها إن الحالة مش شديدة، لأن الروماتويد الواضح الصريح دكاترة الروماتيزم المتخصصين ما بيختلفوش عليه. يعني لو رحنا ل10 دكاترة ال10 بيقولوا عندها روماتويد. أما الروماتويد المتوسط أو الخفيف ممكن الأطباء يختلفوا عليه، فدكتور يقول ده عندها روماتويد ودكتور تاني يقول لا ده أنت ما عندكيش روماتويد، ده فايبروميالجيا أو خشونة أو التهابات. طب إذا اختلفوا نسمع كلام مين؟ زي ما قلت لكم، إذا اختلفوا نطمئن أولا إن دي حالة مش شديدة ما دام الدكاترة اختلفوا عليها، وثانيا نسمع كلام اللي نثق فيه أكتر، اللي ارتحنا لكلامه أكتر واللي نرتاح لعلاجه اكتر. خلاص؟ يعني في دكتور قال لي عندك روماتويد وما ارتحتش لكلامه وما سمعش اللي انا بحكيه له وما سمعش مفاصلي كذا وما كشفش عليا بدقه واداني علاج ما ارتحتش عليه، يبقى مش موثوق فيه قوي. طب في دكتور تاني قال لي ما عندكيش روماتويد بس سمع كلامي بالتفاصيل وشاف التحاليل وكشف عليا بدقه وانا مرتاحه لكلامه ولما خدت الدواء اتحسنت عليه، يبقى خلاص ما عنديش روماتويد. او العكس. يبقى إذا اختلف الأطباء في تشخيص الروماتويد نسمع كلام اللي نثق فيه أكتر واللي عنده علم أكتر واللي سمع كلامنا وكشف علينا بدقة واللي علاجه ريحنا. خلاص؟ وفي نفس الوقت نبقى مطمنين ما دام الأطباء اختلفوا يبقى الموضوع ماهوش شديد. الخلاصة تشخيص الروماتويد بيشخصه دكتور الروماتيزم المتخصص. ما نسمعش كلام 5 دكاترة منهم 4 مش متخصصين أو 3 مش متخصصين، لأن أحيانا دكتور الروماتويد يقول لك عندك روماتويد تروح الدكتور في تخصص تاني سواء نساء ولا أطفال ولا بطنة ولا عظام ولا أي تخصص تاني يقول لك لا أو أعصاب. مين قال لك عندك روماتويد؟ ده التحليل سليم وقفيه. لا مش مظبوط. اللي يشخص الروماتويد طبيب الروماتيزم المتخصص مش بالتحليل، وتحليل الروماتويد ما بيتعادش تاني ابدا ما دامه ايجابي ما بنعيدوش. اشوفكم على خير. انا حبيت اقول لكم الملخص السريع ده، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية وفي لايفات تانية قدام نتكلم فيها لكل حاجة. وشيروا الفيديو ده للناس كلها عشان السؤال ده بيجيني كتير جدا جدا جدا. اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.